أقول لك كانوا يعتقدون واحدة من اثنين، يعني أما هذه كائنات تتولد من الذات، هذه من النظريات الإلحادية، كائنات تتولد من الذات، من ذاتها، يعني هيك تطلع، يعني ما تنولد مثلنا كائن يجيب كائن ولا لا انه شلون تنخلق ما من العدم يعني. ايه تنخلق من العدم. هو اول من فسر هذا الموضوع كان عنده نظريه اسمها نظريه القاروره مشهوره، يعني قام جاب قاروره مثلا حط عليها يعني شلون قماش وتركها، طبعا بعد ان يعقم المي شافها ما تتلوث، بس اذا شالها من القبر مالتها او الكفر تتلوث، يعني دا يظهر بها الكائنات المتحركة، فعرف انه التلوث اللي حصل بها هو جاي من برا، يعني لولا ان الذباب يقف على الماء او الغبار اللي بيجي ويجلب هذه الكائنات، فاذا هي لا تتولد، لان كانوا يشوفون شلون يعرفوها الكائنات التي تتفسخ، فقال انها تتولد من الفسخ من التعفن، بس وجد انه الشيء اذا غطاه وعقمه ما راح تتولد بها الكائنات.